في الفيديو ده هكلمكم عن اكتر مسلسلات انا مستنيها هتتعرض في رمضان 2025. وقبل ما اكلمكم عن المسلسلات اللي انا مستنيها عايز اقول لكم ان في مسلسلات كتير كانت اتعرض منها اجزاء قبل كده وهيتعرض منها في رمضان ده اجزاء تانية، زي عندكم مثلا جودر 2 بطولة ياسر جلال، والمداح 5 بطولة حمادة هلال، وطبعا مسلسل كامل العدد بعد نجاح الجزء الاول والثاني قرروا يعملوا منه جزء ثالث. اللي عايز اكلمكم فيه محمد رمضان فين؟ وطبعا زي ما كلنا فاكرين احمد السقا رمضان اللي فات بعد ما مسلسل عتاوله خلص كان اعلن انه هينزل منه جزء تاني، وفعلا ابتدوا يصوروا فيه وهينزل رمضان اللي جاي. واخيرا مسلسل اشغال شقه بطوله هشام ماجد واسماء جلال ومصطفى غريب اللي المفروض هيتعرض منه الجزء الثاني في رمضان اللي جاي. وقبل بقى ما اكلمكم عن اقوى مسلسلات انا مستنيها تتعرض في رمضان اللي جاي، يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. ونبدا بقى بالمسلسل اللي انا متحمس له جدا جدا جدا، وهو مسلسل عين شمس بطولة احمد مكي. كل الاخبار اللي موجوده دلوقتي بتقول ان احمد مكي هيعمل مسلسل شعبي وهيخرج بره عباءه الكوميديا وخلاص مفيش الكبير قوي تاني، بس انا مش عارف ليه الناس رابطه بما انه مسلسل شعبي او دور البطل نفسه شعبي ان هو مش هيبقى فيه كوميديا، وممكن يعمل بطل شعبي وبيضحك عادي. ما احنا على فكره عندنا تجارب كتير سابقه مع مسلسلات ما كانتش متباعه خالص ان هي مسلسلات كوميدي، زي مثلا مسلسل 100 وش كان نازل وسط مسلسلات كوميدي كتير وما كانش ظاهر خالص ان هو هيبقى مسلسل كوميدي، والناس طبعا ساعتها اتريقوا وقالوا اسر ياسين ونيلي كريم ايه دول اللي هيضحكونا يا جماعه انتوا هتهزروا. وطبعا زي ما احنا عارفين على اخر رمضان كان مسلسل 100 وش احسن مسلسل كوميدي في رمضان، فبالتالي عادي جدا مسلسل شعبي بطولة احمد مكي يبقى فيه ضحك. وبصراحه ده من اكتر المسلسلات اللي انا مستنيها ومتحمس لها في رمضان اللي جاي. واللي هكلمكم عنهم دلوقتي مسلسلين، واحد لعمرو سعد وواحد لمصطفى شعبان. مصطفى شعبان عامل حكيم باشا، وعمرو سعد عامل سيد الناس. انا مش عارف التنافس ده هيفضل لحد امتى. بصوا انا مش هتكلم كتير عن المسلسلين دول بالذات لان كل واحد فيهم بسم الله ما شاء الله جايب مسلسله بتاع رمضان اللي فات هو بس مغير الاسم والوظيفه. يعني مثلا عندك مصطفى شعبان رمضان اللي فات كان عامل تاجر سمك وجايب منذر يحنى وقعد يكسعمه ضرب لحد اخر المسلسل. السنه دي بقى عامل تاجر اثار وبرده جايب منذر يحنى يكسعمه ضرب لحد اخر الشهر. وعمرو سعد رمضان اللي فات كان عامل راجل جدع، السنه دي غالبا هيبقى اجدع من رمضان اللي فات وخلاص. بصوا بصراحه انا مش عارف احط فهد البطل بتاع احمد العوضي معاهم ولا اتكلم عنه لوحده، لانه بصراحه عامل نفس القصه بنفس. هو احمد العوضي قرر ما يمثلش تاني، هو قرر يجيب القصه يشعبوا لها كده والناس بتحب الراجل الجدع واحلى مسا عليكم وابطال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والحاجات دي. ودول كانوا مسلسلات الشوحين في رمضان 2025. تصدق حلوه. والمسلسل اللي جاي معانا بقى هو مسلسل ايش ايش بطولة مين؟ مي عمر، اخراج مين؟ بصراحه انا بحب مسلسلات محمد سامي قوي. ليه بقى؟ لان محمد سامي لو راح جاب ابو الليف، مع احترامي لابو الليف، عمل له المسلسل هيبقى حلو والناس هتقعد تتفرج عليه وتستناه، لان هي الفكره مش في الممثل. هو محمد رمضان فين؟ الفكره في محمد سامي كاتب ايه؟ محمد سامي بيكتب سيناريو وحوار. انا لحد دلوقتي بتفرج على نسل الاغراب، معرفش المعلومه دي يعني، عارف هو لحد دلوقتي مخليني اتفرج مع اني شفته كذا مره بس مخليني اتفرج عليه تاني، لان في كل مره بتفرج عليه بحس ان في تفاصيل جديده محمد سامي كان مداريها وسط الممثلين وسط السيناريو. وحتى لما نزل مسلسل نعمل افوكاتو الناس قعدت تقول لك ده مي عمر مش عارفه تمثل ومش عارف ايه، والمسلسل في الاخر نجح وكان اعلى نسبه مشاهده. يا جماعه احنا قعدنا نتفرج على مسلسل بطوله مي عمر، انتوا متخيلين؟ فانا بقول لك من دلوقتي ان مسلسل ايش ايش بطوله مي عمر هيبقى على الاقل في التوب 3 بتاعت مسلسلات رمضان 2025. وبمناسبه اننا بنتكلم على محمد سامي، حد فيكم شاف انستجرام محمد سامي الفتره الاخيره؟ هو في حاجه غلط ولا انا بيتهيألي ولا مش فاهم؟ والمسلسل اللي جاي معانا وبعد غياب 7 سنين عن المشاركه في رمضان، انا مش عارف افرح وابقى متحمس قوي ولا ابقى عادي، لان بصراحه اخر فتره كانت الدنيا مش احسن حاجه، وعود وتصريحات في السماء وتلاقي الاعمال اوطى من الموس على الارض. يا جماعه محمد هنيدي راجع في رمضان 2025 بمسلسل تحت اسم شهاده معامله اطفال. حد شاف محمد رمضان؟ ولو دخلتوا عنده على الانستجرام هتلاقوا البوستر الرسمي بتاع المسلسل نازل وتوكلنا على الله وبسم الله ما شاء الله والحاجات الجميله دي كلها. بس انا بقول لكم هو قبل رمضان ما يجي ان عادي جدا ممكن تلاقي خبر نازل ان مسلسل محمد هنيدي الجديد خارج سباق رمضان 2025، لان عادي جدا شفنا قبل كده بوسترات نازله واعلانات نازله لافلام ومسلسلات وما تعرفش منها اي حاجه. فالمسلسل ينزل ما ينزلش ادينا قاعدين مستنيين. انا هنا ابو ريده رئيس اتحاد الكوره. والمسلسل اللي جاي معانا مسلسل مذكرات نشال بطولة أحمد أمين، مسلسل كوميدي 15 حلقة وبيشاركوا البطولة ركين سعد وحاتم صلاح وعبد الرحمن محمد. والمسلسل اللي بعده مسلسل الكابتن بطولة أكرم حسني واللي هيبقى برضه مسلسل كوميدي مكون من 15 حلقة، فغالبا رمضان الجاي هيبقى النص الأول مسلسل أكرم حسني كابتن والنص الثاني مسلسل أحمد أمين أو العكس، لسه محدش عارف. هات هنا يا كابتن، هات هنا يا كابتن.
والمسلسل اللي جاي معانا مسلسل انا متحمس له جدا، لانه مسلسل شبابي وانا حاسس انه هيعمل رد فعل كويس في رمضان اللي جاي، وهو مسلسل ولع ومفتاح بطولة احمد مالك وطه دسوقي، وبالمناسبه دي اول مره يشتغلوا فيها مع بعض. مسلسل شعبي من 15 حلقه، والمفروض ان هم يدخلوا تصويره قريب عشان يلحق يتعرض في رمضان 2025. وبس كده، دي اكتر مسلسلات انا متحمس لها من المسلسلات اللي هتتعرض في رمضان 2025. ولو وصلتوا لحد هنا يا ريت ما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده. وطبعا ما تنسوش تعملوا شير الفيديو ده مع صحابكم اللي بيحبوا المسلسلات والافلام. سلام.